انت عارف ان فيلم انابيل مش مجرد خيال؟ الحقيقة ابشع وارعب من اي فيلم رعب ممكن تتخيله. القصة الحقيقية لانابيل، ألعوبة مش لعبة. في البداية صلي على النبي واعمل لايك للفيديو وتابعني. القصة بدأت سنة 1970 لما بنت ممرضة صغيرة اسمها دونا جابت دمية قماش كهدية من امها. دمية عادية جدا في نظر اي حد، لكنها كانت بداية كابوس مرعب. بعد ايام قليلة الدونا وصاحبتها انجي لاحظوا ان الدمية بتتنقل من مكان لمكان. مرة يلاقوها على الكنبة، مرة تانية في المطبخ ومحدش لمسها. الاغرب انهم بدأوا يلاقوا ورق صغير مكتوب عليه ساعدوني بخط طفل صغير، والكارثة ان محدش في الشقة عنده ورق بالشكل ده اصلا. الليلة اللي قلبت كل حاجة لما رجعوا من بره لقوا الدمية قاعدة على الارض ووشها متغير وفي ايديها نقط دم. وهم مرعوبين اتصلوا بوسيط روحاني، وهناك اتكشف السر. الدمية كانت وعاء لروح شريرة. بنت صغيرة ماتت في العمارة دي، والروح دي طلبت منهم تسمح لها تسكن الدمية، والبنات صدقوا ووافقوا. لكن الحقيقة ما كانتش روح بنت صغيرة، كانت شيطان متجسد في هيئة طفلة بريئة علشان يضحك عليهم ويسيطر على حياتهم. لدرجة ان ايد ولورين وارن محققي الظواهر الخارقة اتدخلوا واخدوا الدمية وحبسوها في متحفهم الشهير في صندوق زجاجي عليه تحذير لا تفتح ابدا. ولحد النهاردة انابيل موجودة ومحدش يقدر يقرب منها. لكن السؤال ايه اللي هيحصل لو اتحررت؟ اكتب لي رأيك تحت في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو.